لو انت بتدور على حل سريع للتخسيس يكون في دواء واحد بس في الصيدليه تستخدمه، يكون قادر ان هو يسد معاك الشهيه وتتحكم تحكم كامل في شهيتك وتقلل اكلك ويزود معاك حرق الدهون، خصوصا دهون البطن او دهون الكرش اللي هي بتبقى صعبه جدا. بتشوف ناس وزنها مش كبير ولكن عندها كرش. دواء يمنع امتصاص السكريات، يظبط معاك مقاومه الانسولين اللي بتبقى موجوده عند ناس كتير جدا وبتكون هي السبب في زياده الوزن. دواء يقدر يعمل لك ده كله في خلال شهر واحد. ناس تقابلك وتقول لك ايه ده انت خسيت ازاي؟ ايه السر اللي خلاك تخس كده؟ بيكون هو الدواء اللي انا هكلمكم عنه النهارده ان شاء الله. مش بس هكلمكم عنه واعرفكم عليه، انا كمان هقول لكم على طريقه استخدامه بشكل يخليك في شهر واحد بس تخس ويوصل ان هو يوصلك للوزن المثالي في خلال شهر واحد ان شاء الله. كل المطلوب منك انك تعمل لايك للفيديو ده وتعمل اشتراك في القناه لو انت مش مشترك، وتركز معايا في الكام دقيقه الجايين دول عشان ما اطولش عليكم وعشان ما اخدش وقتكم واشتت انتباهكم. الدواء ده يا جماعه هو اسمه توب جينج. توب جينج او انا بسميه توب كينج لان هو ملك ادويه التخسيس في الصيدليه، والكلام ده مش من فراغ وهتعرفوا انا ليه بقول عليه كده. لان في 4 مواد فعاله، اهم 4 مواد فعاله في الصيدليه، ويعتبر افضل دواء تخسيس في الصيدليه، يتفوق على كل ادويه التخسيس الموجوده في الصيدليه، وهتعرفوا ليه انا بقول عليه كده. وزي ما قلت لكم هقول لكم على طريقه استخدام تضاعف معاكم الفعاليه بتاعته ان شاء الله. طيب توب جينج ده شكل العلبه، اسمه توب جينج. خليني الاول اعرفك ايه هي المواد الفعاله اللي فيه، بتشتغل ازاي، عشان تعرف ليه انا بقول عليه افضل دواء تخسيس، وتعرف انت ليه او ازاي هتخس بسرعه والمواد دي هتخسسك ازاي. اول ماده فيها يا جماعه اسمها الهيدروكسيستريك اسيد. هيدروكسيستريك اسيد مش مهم تركز مع الاسماء، ولكن عايزك تعرف الماده دي بتعمل ايه. الماده دي مستخلصه طبيعيا من نبات اسمه الجارسينيا كامبوجا. الماده دي بتعمل ايه بقى؟ الماده دي لها قدره كبيره جدا ان هي تسد الشهيه وتخليك تسيطر على شهيتك سيطره تامه، وتزود عندك الاحساس بالشبع وتقلل تماما احساسك بالجوع، وبالتالي تقلل كميه الاكل اللي انت هتاكلها. مش بس كده، هي مش بس بتسد الشهيه، كمان بتزود حرق الدهون الداخليه وبتكسر الدهون خصوصا في منطقه الكرش او منطقه البطن، وطبعا في كل مكان في الجسم على حسب الدهون عندك موجوده في اي مكان. تاني ماده موجوده وهي الكروم او الكروميوم، اهم الحاجات الموجوده اللي ليها ادوار رئيسيه كتير جدا في الجسم، ولكن انا هنا عايز اعرفك دور واحد منهم وهو تقليل مقاومه الانسولين في الجسم. مقاومه الانسولين دي يا جماعه اللي هي تعتبر من اكبر الاسباب في زياده الوزن. مقاومه الخلايا للانسولين ان هي الانسولين علشان طبعا البنكرياس بيفرز انسولين ويبدا يروح الخلايا يقلل نسبه السكر فيها، فتبدا الخلايا ترفض الانسولين او ان هي ما تتاثرش بالانسولين، وهنا يبدا البنكرياس ان هو يزود كميه الانسولين في الدم، فبرضه تفشل كميه الانسولين دي انها تعمل المفعول بتاعها، وهنا تزيد نسبه السكر في الدم، ويزيد كمان نسبه هرمون الانسولين اللي هو يعتبر واحد من اهم ادويه او من اهم هرمونات زياده تخزين الدهون في الجسم. فانت كده عندك مقاومه انسولين، فانت عندك مشكله كبيره جدا بيحلها هنا الكروميوم او طيب هو كده بس؟ لا، كمان ده ليه دور كمان في سد الشهيه زي ما قلنا، ويخليك تتحكم في شهيتك بشكل كبير جدا، لان هو بيقلل من مراكز الجوع في الجسم وبيزود من مراكز احساس بالشبع، ويخليك تسيطر سيطره كامله على شهيتك. ثالث ماده موجوده معانا وهي خلاصه اوراق الشاي الاخضر، وعلشان نبقى متفقين ان مفيش تخسيس من غير شاي اخضر، ومن كتر ما الناس تسمع عن فوائد الشاي الاخضر للتخسيس بتحس ان هو حاجه مكرره او حاجه يعني ما بقاش تحس بقيمته، ولكن هو ليه فوائد كتيره جدا، وهو مفيش تخسيس من غير خلاصه اوراق الشاي الاخضر. والشاي الاخضر لما يكون في الادويه بيبقى تركيزه كويس جدا وعالي وبيجيب نتيجه حلوه جدا. وعلى فكره هو برضو ليه دور يا جماعه في تقليل مقاومه الانسولين اللي احنا لسه شارحينها، وبيخلي الانسولين يبدا ان هو يقلل من نسبه السكر في الدم وفي الخلايا، فده طبعا بيزود حرق الدهون بشكل كبير جدا. وكمان الشاي الاخضر ليه دور في تقليل الشهيه. يبقى تقريبا ال3 مواد اللي اتكلمنا عنهم لحد دلوقتي بيزودوا حرق الدهون، بيقللوا نسبه الاحساس بالجوع، بيخلوك تسيطر سيطره كامله على شهيتك. وطبعا 3 مواد لسه ما قلناش الرابع اللي هو يعتبر من اهم ادويه او من اهم المواد الفعاله في التخسيس، وهو الزنجبيل. الزنجبيل يا جماعه او بودره الزنجبيل مش بس فيها ماده فعاله، فيها 2 مواد فعاله. المواد الفعاله دي بتركز على حرق الدهون في منطقه الكرش برضو، خصوصا منطقه الكرش والبطن، وكمان بتساعد كتير جدا في سد الشهيه. كينج او ملك ملوك ادويه التخسيس في الصيدليه وسيدها وعظيمها الاكبر طبعا هو التوب جينج. هو سعره 150 جنيه 30 كبسوله، الشريط ب 50 جنيه. ركز معايا علشان تفهم طريقه الاستخدام. بص يا سيدي، اول 10 ايام عايزك تاخد التوب جينج 3 مرات في اليوم قبل الاكل بنص ساعه. تاني 10 ايام عايزك تاخد حبايتين الصبح وحبايتين بالليل او في اي وقت في اليوم، ولكن ما تنساش قبل الاكل بنص ساعه. بعد ال10 ايام التانيين عايزك تاخد
مرتين في اليوم، حبايه او كبسوله مرتين في اليوم قبل الاكل نص ساعه لمده شهر. وشوف بقى، اتفرج على جسمك وعلى كرشك وعلى كل الكلام ده بعد الشهر هيبقى عامل ازاي. طبعا هتحس فرق كبير جدا من اول 10 ايام، وهتلاقي اختلاف والناس هتحس معاك باختلاف، وده هيشجعك انك تكمل فيه. ولكن ما تنساش ان نظام الاكل مهم جدا، وشرب الميه كمان اثناء استخدام التوب جينج او عموما اثناء التخسيس ده حاجه مهمه جدا وهتزود من الفعاليه بشكل كبير جدا. طيب اخر حاجه خلينا نتكلم مين اللي ما يستخدمش توب جينج. طبعا مرضى الضغط. طبعا لو انت مريض سكر فخلي بالك ان هو بينزل نسبه السكر في الدم، فخلي بالك انك انت تحافظ على نسبه السكر عندك وتتابعها. والحمل والرضاعه. وطبعا مرضى الكبد والكليه دول ما يستخدموش التوب جينج خالص. وطبعا الاطفال او الناس اقل من 18 سنه او اقل من 16 سنه بلاش استخدام للتوب جينج. ده كان الكلام عن واحد من اعظم ادويه التخسيس الموجوده في الصيدليه. لو حد بيدور على دواء واحد بس يستخدمه هو التوب جينج. اتكلمت عنه، عن المواد الفعاله اللي فيه، وعن طريقه بيشتغل ازاي، وعن طريقه استخدامه، ومين اللي يستخدمه ومين اللي ما يستخدموش. اتمنى يكون الفيديو مفيد، واتمنى تكونوا استفدتم. ولو في اي سؤال سيبوا لي تحت في التعليقات، هجاوب عليك على طول ان شاء الله. اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.